السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ازي حضراتكم جميعا؟ كل سنة وانتم طيبين يا رب وبألف صحة وسلامة. طيب الأهلي تعادل مع زد في مباراة، يعني أول حاجة عايز أقولها فيها هو إن أنا أشكر جمهور الأهلي اللي حضر. العدد اللي حضر الماتش ده بصراحة كان عدد مقبول جدا. يعني انت طبعا عشان استاد القاهرة كبير فباين حتت كتيرة فاضية، بس انت لو بتلعب في استاد أصغر من كده كان ممكن تلاقي يعني شوية الجماهير اللي حضروا دول كانوا مالين الملعب. فالعدد بصراحة كويس. أنا عارف إن هو مؤخرا كان في قرار بزيادة السعة شوية بتاعة الجماهير. بصراحة ما تابعتش قوي، هو زد عمل نفس القرار بس كده كده، يعني الماتش ده ماتش الأهلي مش هتفرق يعني كتير. أنا ما اعرفش حصة زد في التذاكر كام، بس مش متابع قوي هل زد عمل نفس القرار بإنه يدي التذاكر بتاعته للجماهير يعني بتاعة الأهلي زي ما عمل في ماتش الزمالك ولا لأ. بس عموما العدد اللي حضر بتاع الجماهير بصراحة كان عدد كويس، ودي حاجة ملفتة للنظر في رمضان، لكن عدد كان كويس حضر. دي حاجة. الحاجة التانية لأن من ساعة ما جه الجون بتاع زد والجماهير بتشجع بشكل قوي جدا لحد آخر لحظة في الماتش. وبناء عليه لا يعني نقدر نقول فعلا شكرا لجمهور الأهلي في اللي حضر في المباراة، وشكرا لجمهور الأهلي دي من زمان بصراحة. لكن أنا دايما يعني أنا للأسف بنسى أقولها، بس هو في شكر واجب بصراحة لجمهور النادي الأهلي اللي بيحاول دايما إن هو يروح ويآزر ويفضل ورا فرقته. وامبارح راح بعدد أنا شايفه مقبول جدا وشجع الفريق من تقريبا ساعة جون زد لحد الآخر بشكل قوي جدا يعني. فدي كانت أول حاجة. طيب الحاجة التانية اللي عايز أتكلم فيها هي أخطاء المباراة. أنا شايف إن الماتش ده من رأيي أنا الشخصي المتواضع يعني يتلخص في 5 أخطاء ارتكبها الأهلي. الخطأ الأول هو إن محمد الشناوي اشترك على حساب مصطفى شوبير. آه يعني كرة الجون يعني مش عارف، أنا حاسس الشناوي طالع هو لا قافل قريبة ولا قافل بعيدة ولا قافل رجله، يعني مش قافل أي حاجة خالص. دخلت فيه كوبري يدل على مستوى محمد الشناوي في الفترات الأخيرة يعني من ساعة الإصابات المتكررة. ولو حد قال لي طب ما مصطفى شوبير لو بدأ الشناوي هيبدأ امتى؟ اقول له انا مالي، انا اصلا انا خطتي اللي انا كنت عاملها من اول موسم النادي الاهلي يعني ده لو سمح لي يعني خطة متواضعة من شخص متواضع يعني ما فيهاش محمد الشناوي اصلا. يعني انا كانت الخطة مبنية ان شوبير حمزة علاء حتى لو طلع اعارة هيبقى سيحة، وبعدين رجع حمزة علاء كده كده في يناير اصلا فشكرا يعني. فهيبقى حمزة وسيحة ومصطفى 3 صغيرين جعانين كورة بيتصارعوا على المكان، احسن ما انا كل شويه محتاج العب محمد الشناوي لاسباب انتهت من كره القدم بقى. اوضه اللبس وعشان يلعب كاس عالم. انت لعبت كاس عالم قبل كده خلاص، بس عشان يبقى الوحيد اللي لعب كاس عالم مرتين مش فاهم هتفرق في ايه. يعني مش فاهم ايه الانجاز اللي فيها يعني. فقرار كان خاطئ بصراحه. محمد الشناوي كان لابد ان يتم تسويقه بعد كاس العالم للانديه. كاس العالم للانديه هي اعتراف وتكريم بقيمه وتاريخ محمد الشناوي، مفيش جدال على تأثير محمد الشناوي سابقا مع الأهلي. بس أنت خلاص دلوقتي ما بتقدمش أفضل مستوى عندك، فكان يتم تسويقه لنادي آخر في الخليج. كنت هتاخد فلوس أفضل، وحتى لو ما خدتش فلوس كتير فيه في بيعه علشان السن، لكن في النهاية كنت هتاخد أي حاجة وتستفيد بالحراس اللي عندك. وزي ما قلت لك قبل كده محمد الشناوي على فكرة بمستواه الحالي يلعب أساسي في أندية كتير في الخليج. يعني شيل أندية القمة بتاع الدوري روشن، عادي الشناوي يلعب في أي نادي تاني ما أساسي عادي جدا. ده الخطأ الأول في رأيي الشخصي. الخطأ التاني، انا هنا ما برتبلكش الاخطاء بالاولويه، انا بقولهم وخلاص يعني. يمكن اخر خطا بس اللي هو الخامس هو اللي هيبقى الخامس في الاولويه فعلا، بس الاربعه التانيين انت ممكن تشوف بقى ان كان فعلا دي اخطاء ولا لا، او لو في اخطاء تانية او انت تقول اولويتهم يعني. الخطا التاني، مش ده الماتش اللي تلعب فيه بن رمضان وامام مع بعض يعني. ولو يعني انا شايف ان كان عندك كوكا. طبعا مش لازم اقول لك ديانج يعني، مش هقعد اجيب اسم ديانج بقى في فيديو كل شويه يعني عشان زهقنا من القصه. ديانج كده كده ماشي وسايبها لكم مخدره يعني. لكن لو انت حتى لو انت هتختار لاعب يلعب على الدايره لوحده فهو ديانج مش مروان. مروان ما بيعرفش يشيل الدايره لوحده ومش ذنبه. الماتش اللي فات بتاع سموحه فريق ما بيطلعش بالكره من تحت، يعني هو ممكن بيضغط عليك قدام عشان يقطع الكوره بس عايز يقطع الكوره في نص ملعبك ويعمل مرتده سريعه، بس هو مش بيطلع تيكي تاكا من تحت. الجونه نفس الكلام قبله، اسماعيلي قبله نفس الكلام. دي كلها ماتشات كان ممكن تلعب بامام وبرمضان عادي، لكن انت اخترت ساعتها بتلعب بامام وينج شمال وتلعب برمضان 10. انت اخترت الماتش اللي قصاد فريق عنده خط نص كويس نوعا ما،
لعيبه زي كباكا ومحمود صابر، واعتقد الصغيري كان الثالث بتاعهم في النص، لعيبه كويسه تعرف تطلع يعني، وخاصه ان انت ما بتضغطش عليه كويس. احسن لاعب الموسم ده قبل كده سابقا كان وسام ابو علي، احسن لاعب الموسم ده بيضغط عليه كويس هو زيزو مش بادي. انت بتضغط عليه بقى بن شرقي وامام عاشور وبن رمضان ومروان عثمان، وطبعا طاهر اللي المفروض انها ميزته لكن طبعا ما بيعملهاش الموسم ده. شكرا يا باشا، انت مش عارف تاخد الكره من زد اصلا. زد بيطلع زد في كره في الشوط الثاني، الكره اللي هي الجون اللي اتلغى، زد عامل مثلث ناحيه اليمين بيطلع بيكم. الاهلي بيتعمل عليه مثلثات يا جدعان. زد عامل مثلث ناحيه اليمين بيطلع بيه الكوره. كره الجون الاول بكل بساطه شديده هم طلعوا بالكره من ورا عادي، بعدين الكره مشيت، محمد علي بن رمضان حرفيا راجع بيتمشى من المفترض ان هو كان يرجع اسرع شويه فيسد الحته اللي دخل فيها محمود صبري وعمل منها الباص. ياسر ابراهيم طلع يقابل لان مفيش حد من النص طلع يقابل، لان مروان مش هيعرف يشيل دايره السنتر لوحده. فلما ياسر طلع يقابل اضطر هادي رياض يرحل مكانه، ولما هادي رياض رحل اضطر محمد هاني انه يدخل لجوه، فتساب مصطفى سعد على الطرف لوحده. فمحمود صابر عمل الباص، البنوبي فوتها راحت لمصطفى سعد انفراد جون. شكرا. ليه كل ده؟ عشان محمد علي بن رمضان راجع بيتمشى. زي ما قلت لك قبل كده، عشان تشيل ديانج وتحط بن رمضان لازم يكون بن رمضان في بدنيا كويس ويعمل شويه من الشغل الدفاعي اللي ديانج بيعمله. انا ما اعرفش كوكا سليم موجود يقدر يلعب ولا لا، موضوع تجديده ده عامل ازمه، بس ما كنت تلعب كوكا يا سيدي لو انت عايز واحد يعني في النص بدل ديانج، يعني لعب كوكا. وهتبقى دايما المشكله الاساسيه اللي قلتها لك قبل كده، ان انت لا انت سبت احمد رضا بعد ما لعبته في كاس الرابطه، ولا انت حضرت لاعب صغير زي كاظم ابراهيم يعرف ينزل ويلعب. على فكره النهارده، عشان لو انت فاكر ان كاظم ابراهيم ده يعني انت ازاي تلعب صغير وكده، اللي بيلعب الناحيه الثانيه قصاد كاظم ابراهيم ده كان زميل ليه اللي هو كباكا اصلا. ما هو ده ناشئ من ناشئي الاهلي اللي كان برده كان ممكن تقعده ما يمشيش. لكن فكره ان كباكا مشي مش مشكله عشان ياخد ماتشات اكتر في زد شويه، وان كنت انا مش مع ان كل شويه تقعد تمشي ناشئ. كباكا كان ممكن يبقى قاعد النهارده وبيلعب مع الاهلي مش مع زد. وكباكا وعابدين والاسماء دي اسماء انا قبل كده كنت اتكلمت اني متوسم فيهم ان هي تبقى اسماء مهمه في الكوره في مصر بعد كده، لكن انت عمال تسيبها تفلت من تحت ايدك. فالخطا الثاني ان انت اخترت ماتش غلط تلعب فيه بن رمضان وامام. طيب الخطا الثالث البدايه بطاير على حساب حسين. وانا ما اعرفش ليه الاهلي بادئ النهارده حاطط حسين الشحات على الدكه، حاطط تريزيجيه على الدكه، حاطط زيزو على الدكه. انت ما نروح نلعب الماتش على الدكه احسن. هتقول لي اصل تريزيجيه وزيزو راجعين من اصابه، طب حسين ايه وضعه؟ ما تحط حسين ناحيه اليمين مكان طاهر. طاهر لعب لا مديك حاجه هجوميه ولا مديك حاجه دفاعيه حتى. في كره في الشوط الاول انا للاسف مش فاكر في الدقيقه كام اتلعبت كده طويله، طاهر جه استلمها طولت منه بشكل يعني ضحك. حسين الشحات لما نزل في شويه في الاول ما لعبهمش وينج يمين، بس لما اتنقل لعب وينج يمين بعد كده حلول فرديه، وحتى لما بيلعب في النص ما بيأديهاش وكل حاجه، بس على الاقل انت معاك لاعب عنده حل فردي، بياخد الكرة يصبر يتقل عليها يحاول يشوف التمريره ايه، لو دخل عليه حد يحاول يرقصه. يعني الكرة اللي حسين عملها في الشوط الثاني لما راح وينج يمين واحد ضد واحد ورفع عرضيه اللي تريزيجيه دخل شاطها بالهيد جت في القايم او في العارضه، الكره دي حسين واحد ضد واحد حاول يرقص، المدافع واقف ثابت، حسين لف وغير اتجاهه، ولف بجسمه وغير اتجاهه وراح فتح نفسه زاويه عرضيه ورفع. طاهر طبعا لو وقف على صوابع رجله مش هيعمل الكلام ده. يا سيدي عايز تنقل بن شرقي ناحيه الشمال انقله، لاعب حسين بقى، يبقى معاك حسين او بن شرقي، حط اي واحد فيهم في اليمين واي واحد فيهم في الشمال، يبقى معاك ونجين عندهم حلول. يوم ما يتعكس الملعب لواحد فيهم في واحد ضد واحد يبقى مش عطلان ويعرف يحل. وده هياخدني للخطأ الرابع، سيادتك بدأت ببن شرقي ناحيه الشمال مش معترضين. زي ما قلت لك قبل كده طالما انت مش هتعرف تعمل المربع اللي ناحيه اليمين، لان مشكله بن شرقي ناحيه اليمين مش في بن شرقي، في اللي حواليه، فاللي حواليه مضروبين بالنار ماشي تمام، هننقل بن شرقي ناحيه الشمال، نعمل بقى التكتيك اللي احنا جبنا بيه جون بالغلط في ماتش سموحه اللي هو ايه،
حضرتك خلي الكره ناحيه اليمين، جمع لعب، ومروان عطيه او كوكا بقى لو لعب، لان دي فايده كوكا، لان كوكا اشول يعني هياخد الكره يستلمها يدخل جوه الملعب برجله الشمال جوه الملعب، اعكس واحده قطريه طويله لبن شرقي الناحيه الثانيه، او بن شرقي هيدخل هياخد طارق علاء الباك اليمين معاه بالعمري يجري في المساحه، اعكسها لبالعمري. بدل ما انت عمال تباص على الارض، لازم مروان يدي بن رمضان، وبن رمضان يدي ياسر ابراهيم، وياسر ابراهيم يدي بالعمري، وبالعمري يروح يختمها من عند مدام ميرفت. ماتش سموحه كانت ميزه كره الجون، وقلت لك الكلام ده، ان مروان عمل واحده سريعه بوش رجله الخارجي لامام في المساحه هناك، ولما امام دخل واداها لمروان راح مروان ردها في المساحه تاني. مروان ماتش امبارح ما كانش سيء قوي، وانا بشوف ان ده نظرا ان هو كان بيلعب عداله لوحده، بس هو في ماتش سموحه كمان هجوميا كان احسن من كده. بس انا مش هقول لك ان مروان كان وحش، لا بصراحه يعني مروان عطيه يعني. وبناء عليه انت كان عندك فرصه لاستغلال بقى التكتيك ده، ان انت بقى نقلت بن شرقي مع بالعمري بقى، فانت لو جمعت ناحيه اليمين وعكست مره واحده، وزد يعني مش اتلتيكو مدريد يعني دفاعيا، يعني عادي هتلاقي في بعض الاحيان واحد ضد واحد ناحيه الشمال موجوده عادي. فانت تتخيل ان انت مدي بن شرقي في واحد ضد واحد ناحيه الشمال، وكمان معاه باك ليفت شاطر زي بالعمري، فبالعمري لما يطلع يعمل الاوفرلاب هيشوف ده والله بن شرقي دخل والباك دخل جوه، انا هطلع على الخط، ده بن شرقي شد الباك اليمين فبقت في مساحه بين الباك اليمين والمساك فاضيه، هروح اجري فيها زي محمد هاني ما جري فيها في ماتش الجونه وحكيت لك عليها، لان هو باك شمال بقى اصلا فعارف الكلام ده. فبالتالي تبقى انت عملت خطوره ووصلت لل 18 من ناحيه الشمال، واعمل بقى عرضيات تيجي ما تجيش، دي قصه ثانيه. ما انت عملت في الشوط الثاني وكان شكلك احسن، ما جاتش، بس انت شايف ان كان شكلك احسن. فانت نقلت من شرق ناحيه الشمال ليه؟ ما اعرفش، انت عمال تدور الكره على الارض ببطء بطء بطء، فزد بيرحل بكل سهوله، مش بيرحل، زد بيروح يشتري حاجات من السوبر ماركت ويرجع يكون انت لسه ما نقلتش الكره ناحيه الشمال. وبعد كده بن شرق توصل له الكره معاه 2 3 لعيبه، وحل بقى بن شرق بقى حل، مش انت بقى بن شرق بقى انت اللعيب بقى المهاري البتاع اللي مش عارف ايه، حل بقى مع 2 3، وفي الاخر مش عاجبك وبتطلعه، وله حق يتضايق ويزعل بن شرق. انت نقله ناحيه الشمال ليه؟ ما انت ما استفدتش بيه ناحيه الشمال، ورحت مرجعه شويه في اليمين تاني، ورحت مطلعه، هتوديه فين بعد كده؟ ليه ما تلعبش كرات قطريه، انت تجمع ناحيه اليمين واحده واحده بس باصه واحده قطريه ناحيه الشمال تغير بيها الملعب لبن شرقي بسرعه، وساعتها يا سيدي لو هو ما حلش يبقى طلعه. ناس كتير بتطالب بن شرقي ان هو لازم يلعب بحميه وشراسه زي تريزيجيه. انا اسف من امتى وليه؟ بن شرقي على فكره في عزه في الزمالك ما كانش بالحميه اللي هو الروح دي، يعني اتفرج على بن شرقي وقت الزمالك عادي بيلعب بالمزاج عادي، بس بيلعب حلو. ليه؟ لان وقت الزمالك كان بيحصل كده، وقت الزمالك كانوا هم بيحطوا بن شرقي في الطرف في واحد ضد واحد، فيستلم ويتمزج بقى. هو بن شرقي كده لعيب مزاج، فانت لو عايز بن شرقي بقى اللي هو وبسرعه وروح هات الكوره من اوت وايه ده، هو من زمان مش كده. بطل تطلب حاجه زي ما بنطلب من ديانج ان هو يبقى ريجيستا، بطل تطلب من اللاعب شيء هو من زمان مش عنده، ومش مطالب ان يبقى عنده. انت عندك لعيبه تانية بتعمل ده، وظف لعيبتك صح بقى، او استغل او اعمل التكتيك اللي تستغل بيه امكانيات لعيبتك. واحده قطريه تعكسها لبن شرقي، شكرا انت استغليت بن شرقي خلاص، وسيبه هو وبالعمري يتصرفوا مع بعض. انما لا، احنا لازم ننقل الكره زي كره اليد ده حتى اليد بينقلوا اسرع منك يا جدع. لازم لازم كل واحد بين محمد هاني وبن شرقي يبصم على الكوره. طب خلاص شكرا، اقعد بقى زد نايم لحد انت بقى ما توصل كوره بن شرقي، يبقى يصحى بعدين يشوف بقى القصه دي. طيب ده الخطأ الرابع. الخطأ الخامس، وده مش خطأ يعني، برضو انا قلت لك ان ده اقل حاجه في الاولويه، بس دي نقطه انا لاحظتها يعني مش عارف ليه. قبل الماتش في ناس كتير جدا كانت بتقول لك ان احمد رمضان بيكهام هيبدا، طبعا ياسر مرعي مصاب، عشان بيكهام يلعب مساك ناحيه الشمال وياسر يمين، انت بقى تلعب هادي رياض، وفي جزء لا باس به من المباراه، او يا اما انا شايف غلط بس منها كره الجون اصلا، ياسر ابراهيم هو مساك ناحيه الشمال وهادي رياض بيلعب ناحيه اليمين، فانت ناقل ياسر في ناحيه مش ناحيته، وبتلعب هادي رياض اللي لم يكن سيء، بس انا مش عارف ليه. وبعدين في النهايه الكورتين اللي راحوا على الاهلي جم جوان، منهم واحده اوفسايد، هم كورتين راحوا على الاهلي في الماتش جم جوان. سؤال، هل
كان هيفرق، وانا عارف ان انا زهقتك بالسؤال ده، بس معلش ان هي نقطه مهمه. هل كان هيفرق في الماتش ده لو احمد عابدين بيلعب مكان هادي رياض؟ اذا كان، انا مش قصدي ان هادي رياض لعيب وحش يا سيدي، لعيب جميل وكل حاجه، بس كان يروح سيراميكا زي الفل، وكان عابدين يقعد في الاهلي. ما هو انت عامل قاعده ناشئين ليه؟ هل كانت هتفرق حاجه لو احمد عابدين بيلعب النهارده مساك ناحيه الشمال وياسر ابراهيم بيلعب مساك ناحيه اليمين؟ ما الكورتين اللي راحوا على الاهلي الاثنين جم اجوان. هل كانت هتفرق حاجه بقى لو عابدين بيلعب؟ الكورتين اللي راحوا كانوا هيتحسبوا ب5، ممكن هيتحسبوا بجونين برضه. فده خطأ الخامس، وده خطأ إدارة بقى. يعني يعني هو ما أثرش معاك دفاعيا بالسلب قوي، بس هي حاجة أنا استغربتها، احنا ليه بننقل ياسر ناحية الشمال؟ عشان كده قلت لك بصراحة هو خطأ أولويته هي أقل حاجة للأمانة يعني، بس النقطة كانت غريبة. بس اشتغل على تصحيح ال5 أخطاء في الماتشين الجايين. شوبير يقف مكان الشناوي، دي حاجة. أنا بصراحة يعني الماتشين الجايين ما فيهمش الجيش والمقاولون ما بيحضروش من تحت، بس انا مستوى بن رمضان الفني انا مش فاهمه. انا كنت مراهن على بن رمضان ان هو هيكون اللعيب القادم اللي انت هتبيعه بفلوس كتير مكان وسام ابو علي، بس بصراحه بن رمضان مش قادر. حتى ماتش الجيش الملكي اللي لعبه حلو وقلنا خلاص بقى بن رمضان راجع، لا رجع تاني ما يلعبش فورمه كويسه. قد يكون لان انت النهارده رجعته شويه لورا، بس بصراحه لا، لو كده لا معلش ارجع لي بقى بكوكا ومروان وديانج، لعيب الاثنين منهم في نص الملعب وخلاص احسن. بالنسبه للخطا الثالث، انا مش عايز اشوف طاهر بيبدا، انا اسف يعني. حسين الشحات يبدا عادي جدا، مش عارف ليه لازم نحط كل اللعيبه على الدكه. يا سيدي يلعب بن شرقي ناحيه الشمال، بس ابوس ايدك اعكس له الكوره بواحده طويله بسرعه. وخامسا العب بهادي رياض، انا ما عنديش مشكله، بس يعني هي بس حاجه انا شايفها غريبه ان ياسر بيلعب ناحيه الشمال، بس مش هتعرف تعمل حاجه في دي لان عابدين مشي وياسر مرعي مصاب. وهادي مش وحش، انا مش قصدي ان هادي وحش، بس انا بس بتكلم في فكره الاستفاده بقاعده الناشئين. حاجه معلش بقى زياده عايز اقولها، يعني الاخطاء اللي انا قلتها دي كلها هي مشتركه بين تروب وبين الاداره. اول خطأ بتاع الشناوي هو اشتراك بين تروب وبين الاداره اللي مصره ان محمد الشناوي يفضل موجود. يا سيدي انت لعيب حلو، هو اكبر من كاسياس، في احسن من كاسياس في حراسه مرمى ريال مدريد. في وقت ما فيورنتينو بيريز قال له شكرا، هتوجع لي دماغي. ولو ما كانش على فكره القرار بتاع كاسياس ده اتاخد في التوقيت ده، ما كانتش الاحداث هتتوالى وتلاقي تيبو كورتوا واقف النهارده وبيشيل ريال مدريد. دي حاجه، دي اول. فده خطأ من الاداره ومن تروب الاثنين مع بعض. الخطأ الثاني ده خطأ تروب. الخطأ الثالث اداره وتروب، لان الاداره سايبه طاهر، انا ما اعرفش ليه، وتروب برضو تستخدمه ليه. يعني انت سبت محمد عبد الله لعيب كان ممكن يعمل لك حل في الجبهه دي، عمر سيد معوض اللي اشترك كويس. المدير الرياضي ما بيتكلمش معاه ليه؟ يقول له طب الناس دي مش عاجباك ليه؟ طيب فهمنا، يمكن في شيء احنا مش فاهمينه. خطأ الرابع ده ترب 100%، ان انت ما تستغلش بن شرقي في ناحيه الشمال لما انت لعبته شمال. الخطأ الخامس اداره، يعني انت عامل قاعده ناشئين ليه؟ حاجه بقى تانية عايز اتكلم فيها في الاداره، مستر كاموش كصفقه، يعني مين اللي جابه وجابه ليه وجابه ازاي؟ ويعني انت قعدت نص موسم بتشوف مهاجم علشان في الاخر تجيب مهاجم وهو مبطل كرة من شهر 11. الكلام ده غريب يعني. في مشاكل اداريه في الاهلي بالجمله. حوار ريبيرو اللي طالع مؤخرا ده مش عارفين مدى صحته. الفلوس اللي اتدفعت في صفقات كتير جدا في الارض. عمرو الجزار اللي اتدفع فيه فلوس وفي الاخر اتصاب. الاهلي محتاج اعاده نظر في كل ملفات الكرة تقريبا. انا فاهم ان انت كان عندك مشاكل، فاهم ان انت بتعمل احلال وتجديد للفرقه، لكن احلال وتجديد للفرقه بيتعمل غلط. انت كان عندك فرصه تطلع محمد الشناوي وشكرا، نزلت معدل السن في حراسه المرمى، لكن انت ما عملتش ده. كان عندك فرصه تطلع واحد زي طاهر وعمر كمال، لان عندك باك يمين ابراهيم الاسيوطي طالع، وعندك وينجات طالعه كويسين وهم اصلا بدلاء طاهر وعمر، فبالتالي دخل البديل ناشئ وكنت عملت احلال وتجديد. الناس دي لما بتدخل بدري بتبدا تاخد الشخصيه. لما محمد عبد الله ده ينزل مثلا ماتش زي ماتش الترجي في رادس، ولو حتى ينزل اخر 5 دقايق يا سيدي، بعد كده انت هيبقى معاك لاعب تقيل شخصيته كبيره تعرف تعتمد عليه.
ما هو رودريجو وفينيسيوس وفالفيردي والعالم بتاعت ريال مدريد دي ازاي بقت شخصيه البطل؟ لان هم نزلوا لعبوا مع بنزيما ومع مودريتش ومع كروس، مش من نفسهم كده. الاهلي محتاج اعاده نظر في ملفات الكوره، محتاج اعاده نظر في التخطيط للمستقبل. صفقات يناير باستثناء بالعمري، انا شايف ان باقي الصفقات انت ما عملتش فيها حاجه. هادي رياض لعيب كويس بس عادي، لو كان عابدين موجود كان تمام. مروان عثمان النهارده ما اداش اي اضافه عن محمد شريف مثلا. فبالعمري هو الصفقه الوحيده المنطقيه واللي انا شايفها فعلا نجحت، ان انت بقى فعلا تقدر تقول ان انت معاك باك شمال. بس وانا ما زلت عند رايي ان الاهم هو دوري ابطال افريقيا، بس انا بالمستوى ده انا خايف على دوري ابطال افريقيا. ما انت اللي بتعمله في الدوري هينعكس على دوري ابطال افريقيا كما حدث الموسم الماضي امام صن داونز. فانا عندي امل ان دوري ابطال افريقيا الاهلي يبقى احسن. مش رامي طوبة الدوري قوي يعني، بس انت لو خدت دوري ابطال افريقيا فانت هتضمن انك تلعب دوري ابطال افريقيا السنه الجايه، هتبقى خدت بطوله قويه جدا ورجعت نفسك لافريقيا. هتلعب انت الكونتيننتال السنه الجايه. تقريبا دلوقتي بيقول لك ان دوري ابطال افريقيا اللي هيكسبها هياخد 6 مليون دولار، ده مبلغ ما شاء الله يعني. فانت هتسد اي مشكله دولاريه عندك. فدوري ابطال افريقيا انا ما زلت شايف انها الاولويه. بس علشان تعمل ده لازم يبقى عندك بقى خلاص يعني ايه، يعني هتكمل بديانج ومروان، كمل بيهم ويبقوا فورمه بقى، يبقى كوكا بدلهم. بالرمضان لو هتمشي معانا حضرتك، يعني لو هتكمل معانا لازم تشوف حل للقصه البدنيه، ولازم يرجع يدافع. كرة الجون بتاع زد بالرمضان راجع بيتمشى، ما ينفعش. لا انت بتضغط عليه كويس، ولا انت عندك سرعه ارتداد كويس. ونفس الكلام في ماتش زد ينطبق على امام. فانت هتفضل ماشي. طبعا زيزو وتريزيجيه نزلوا ادولك زقه. طب ما بداوش ليه؟ مش عارف. هتقول لي عشان مصابين. طب حسين ما بداش ليه؟ ما نعرفش. بس ان شاء الله خير، يعني ان شاء الله خير الفتره القادمه، والاهلي يقدر يكسب دوري ابطال افريقيا. وفي الدوري يعني نروح لابعد يا سيدي، يا ريت ناخد الاثنين، واحد ما يكرهش يعني. بس لو انت هتختار ما بينهم، فانا بقول لك دوري ابطال افريقيا بالنسبه لي انا شخصيا، رايي انا الشخصي المتواضع، اولويه شويه الموسم ده. بس شكرا جزيلا لحضرتك.